بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني في هذه المناسبة التاريخية أن ألتقي برجال الصحافة والإعلام الوطنيين والإقليميين والدوليين لأستعرض معهم حول الحوار الأخوي البناء الذي ساد اجتماعاتنا مع الإخوة الأشقاء في جنوب الوطن، وفي مقدمتهم الأخ علي سالم البيض الأمين العام للجنة المركزية، والأخ حيدر أبو بكر العطاس رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، والإخوة أعضاء المكتب السياسي. لقد أتينا من شمال الوطن إلى جنوبه، وذلك لمشاركة شعبنا احتفالاته بهذه المناسبة التاريخية والعظيمة على رأس وفد رسمي وشعبي كبير. وأيضا لإجراء الحوار مع الإخوة في جنوب الوطن حول إعادة وحدة الوطن اليمني الهدف الاستراتيجي للثورة اليمنية، لأنه يختلف تماما العمل الوحدوي في بلادنا عن أي عمل آخر بين أقطار عربية أخرى، لأنه هذا عمل داخلي داخل قطر واحد هو الشعب اليمني. فلقد وجدنا من الأخوة الأشقاء في قيادة الشطر الجنوبي كل التفاهم وكل الترحاب حول ما يهم تطلعات جماهير الشعب اليمني بشطريه، وتم إنجاز عمل عظيم وتاريخي كان معطلا من فترة طويلة، منذ اتفاق القاهرة وطرابلس ولقاء الكويت ولقاءات أخرى عقدت في كل من صنعاء وعدن. ولكن في ظل كل المتغيرات على الساحة اليمنية وعلى المستوى القطري وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، كان لابد لنا من أن نخطو خطوة وحدوية متقدمة في ضوء الاتفاقيات الوحدوية المبرمة بين شطري الوطن. فخطونا هذه الخطوة العظيمة والجيدة بالتوقيع على إحالة مشروع دستور دولة الوحدة، والذي ننشده وينشده شعبنا، لأنه ينتقل تماما بالشعب اليمني إلى الهدف الذي يناضل من أجله فترة طويلة. ولقد أتى هذا الاتفاق في جو أخوي صادق وتفاهم تام بين قيادة الشطرين، أفضل من أي وقت مضى، لأن كل الاتفاقيات الوحدوية التي تم التوقيع عليها في كل من القاهرة وطرابلس والكويت وعدن أيضا الذي انشئ بموجبها المجلس اليمني آخر اتفاقية، واتفاقية أخرى وهو إنشاء المشروع المشترك وتنقل المواطنين بين الشطرين أيضا في ظل توتر كان بين الشطرين. إلا أن هذه الميزة الخاصة الذي نوقع عليها اليوم في جنوب الوطن في عدن في ظروف وفي مناخ طيب يسوده الحوار والتفاهم بروح المسؤولية الوطنية بطرق سلمية وديمقراطية. وقعنا على هذه الوثيقة الهامة والمهمة التي تنقل شعبنا نقلة نوعية في اتجاه الاندماج الكامل للوحدة اليمنية عندما نستكمل هذه الإجراءات التي وقعنا عليها والتي حددتها هذه الاتفاقية. هذا ما حبيت أن أتحدث مع الصحافة، وستكون هذه الفترة القادمة
يرافقها العمل الجدي، ليست كالأعمال السابقة التي كنا نوقع على عدد من الاتفاقيات وتذهب إلى الأدراج وتأخذ وقتا طويلا، وهذا كان حقيقة تتحمل مسؤوليات قيادة الشطرين، ولا نحمل طرف دون طرف لأوهام وشكوك كانت تغذيها قوى دولية التي تعيد إعادة مسيرة الوحدة اليمنية، سواء بطرق مباشرة أو بطرق ملتوية، إلا أننا شبينا عن الطرق وشعرنا بمسؤولياتنا، وذلك تحسسا من ضغط الجماهير اليمنية في شمال الوطن صاحبة المصلحة الحقيقية في الثورة، والتي تناشد وتهدر في كل من شمال الوطن بإعادة الوحدة. فنحن كقادة على قمة هذه السلطة هدفنا هو خدمة الجماهير ومراعاة مشاعرها، ونحن نقوم بهذا العمل خدمة للجماهير وليس حفاظا على مراكزنا. ونحن من أجل هذه القضية الاستراتيجية والعمل الوطني الهام لا يهمنا أن نضحي بكل ما نستطيع حتى يعني مراكزنا القيادية عندنا الاستعداد لأن نتنازل عنها ونتركها للشعب ليختار قيادة بديلة إذا كنا غير صالحين. فالقرار الأول والأخير بيد الشعب، ولكننا وجدنا كامل التفاهم والثقة متبادلة أفضل من أي وقت مضى، ونحن متأكدين بأن تشابك أيدينا في أيدي بعضاتنا البعض سنخطو بالعمل الوحدوي خطوات متقدمة تلبية لرغبة وطموح جماهير الشطرين. هذا ما حبيت أن أتحدث مع الصحافة، مع أقدم الشكر الجزيل للأخوة قادة الشطر الجنوبي في المكتب السياسي ولجنته المركزية على التجاوب الذي وجدته من قبلهم، ونفس الحماس وبنفس الروح الوحدوية وبنفس الجدية وجدته، ولكن لابد أن نحاول أن نتغلب على الماضي الذي عبينا به الجماهير فترة زمنية من الزمن. لابد أن نقوم بدور وطني، وذلك لإنهاء المعلومات الخاطئة التي كانت موجودة والتي عبت بها جماهير الشطرين أو قياداته ومنظماته الجماهيرية. أكرر الشكر للإخوة الأخ علي سالم البيض والأخ حيدر أبو بكر العطاط والأخ سالم صالح محمد وكل الأخوة أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية. شكرا. أنا لن أتكلم حديثا آخر، ولكني أضيف متفق مع حديث الأخ الرئيس، وأحب أن أضيف بعض التعليلات لماذا هذا الوضع. نحن نعالج قضية كبيرة وهي وجدانية عند شعبنا، وحتى عندما تنطقها الجماهير مهما كان وعيها ومستواها نشعر أنها بنفس هذه المسألة التي مهما كان مستوى الناس وثقافتهم ومراكزهم، يعني موقفهم واحساسهم بها وعكسهم لها تقريبا واحد، وهي قضية مهمة، وكما قال الأخ الرئيس هي قضية استراتيجية. ما هو الجديد في العمل الوحدوي؟ الجديد هو الصدق، وهو الاستجابة لطموحات جماهيرنا. واليوم لماذا تأتي هذه الاتفاقية فريدة عن غيرها؟ مش في ظل توتر ولا حرب، زي مثل ما يقولوا عنا الناس اليمنيين يتقاتلوا وبعدين يعملوا وحدة. هذه المرة بمحض إرادتنا، لأننا اقتنعنا في الشطرين كقيادة بأن طريق الوحدة هي الديمقراطية، وأصبحنا نربط بين الوحدة والديمقراطية.
في طرح اخواننا في الشمال، في طرحنا هنا في الاصلاح السياسي والاقتصادي الشامل، نحن نربط ربط وثيق بين الديمقراطية والوحدة، واعتقد ان هذا الان هو الجديد. والشيء الاخر، اقتنعنا نحن القيادتين باننا شركاء بيننا اللي بينه شركاء مع كل الوطنيين اليمنيين. نحن شركاء. الحزب الاشتراكي اليمني شريك مع المؤتمر الشعبي، شريك مع القوى الوطنية الأخرى اليمنية في الساحة اليمنية. هذا جديد، هذا جديد، وهذا جاء بحكم التفاهم بين القيادتين كما قال الأخ الرئيس. وبحكم هذا الموقف بدأ العمل ياخذ طابع آخر، وهذا اللي يطمنا ويطمن جماهيرنا أن العمل الوحدي سيتقدم. ونحن اليوم ندخل في مرحلة جديدة، مش اتفاقية زي ما هو. نشعر أن هذه الاتفاقية جاءت في أجواء طيبة، وهي ستعطي بعد ذلك نتائج أفضل في المستقبل. سنين مرت هكذا الآن نحن بدأنا نختصر الوقت ونحدده. فهذا الفهم وهذا النهج اللي هو ربط الديمقراطية بالوحدة هو الذي مكننا من أن نقف هذا الموقف المسؤول المتجاوب، وبأن نعيدها للشعب، مش لنا كمسؤولين فقط، ولكن لشعبنا وكل القوى الوطنية الشريفة بمختلف منظماتها الإبداعية والجماهيرية والسياسية كلها اشترك معنا. نحن شركاء في الوطن اليمني. وبعدين في نهجين صحيح، طيب نطرحهم للشعب، واللي يريد الشعب ياخذه. إذا استطعنا نقدم، أي منا استطاع أن يقدم شيء للشعب بشكل يخدم مصالحه، يعني أكيد أن هذا الشعب سوف يتجاوب معه. نشعر أن الآن في ثقة موجودة بأن نطرح أنفسنا في ساحتنا اليمنية ونعالج أمورنا بروح ديمقراطية وبروح سلمية. لا أعتقد يا أخواني أن الديمقراطية هي المخرج لليمن. من إيش؟ من العنف ومبدأ العنف وتفكير العنف وسيكولوجية العنف، من كل المشاكل الأخرى التي يلجؤ لها الناس للتعبير عن أنفسهم، الطائفية، القبلية، كل الأمراض الأخرى. الآن هي المخرج لها، وهي ظاهرة عصرية، واليمن تستجيب لها الآن كما قال الأخ الرئيس، على أساس تطورات داخل اليمن وفي البلاد العربية وفي العالم. في تطورات محكومة بهذه الظاهرة العصرية، بهذا المزاج، وهو مزاج صحيح. ونحن لا نخاف على قضيتنا، كل اليمنيين لا يخافوا على قضيتهم لأنها مطروحة للشعب، ونشوف علاقتنا بشعبنا كيف بنعمل. ثم شيء جديد الآن، بدل ما نحن نواجه بعض اليوم، لا، نحن نشوف وين أعدائنا نواجهه، وفي إمكانية نبحث عن كثير من أساليب وأشكال العمل. أنا أشعر بارتياح كبير جدا، ونشعر أن قيادة الشطر الشمالي وعلى رأسهم الأخ علي عبد الله صالح فعلا متفاهمين، ونحن نبذل لهم نفس الجدية ونفس الشعور، وسنعمل مع بعض خطوات أفضل وأكثر وبثقة كبيرة وأوسع إلى الأمام. ولهذا نشعر أن هذا الاتفاق له أهميته ومغزاه أكثر من أي فترة مضى، لأنه محكوم بهذه المفاهيم اللي أشار الأخ الرئيس، واللي نحن أيضا نؤكدها. ولا أريد أن أكرر حديثه السابق، ولكن يجب أن نواصل يعني خطواتنا اللاحقة استجابة لآمال شعبنا وطموحاته، وعلى القيادة أن تصيغ هذا الوعي الموجود كيف هي تأخذ به، وهذا الموقف المولد في صفوف شعبنا كيف نأخذ به ونحوله إلى أشياء ملموسة. وإن شاء الله سنعمل مع بعض في الأيام القادمة.